السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة تكملة لسلسلة أجزاء الشارع المسكون أو شارع الجن. القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل، هي عبارة عن مجموعة قصص حصلت لناس في شارع في إحدى قرى الريف المصري. القصة بدأت اللي ما شافوش الجزء الأول إن في بنت كانوا في تجمع عائلي قاعدين، حكت موقف مرعب حصل معاها من 20 سنة، عشان تتفاجئ البنت دي إن كل اللي قاعدين من العيلة في الشارع ده حصل معاهم مواقف مرعبة أكتر من اللي حصل لها كمان في نفس الشارع. طبعا يعني بتمنى منكم ان انتوا تشوفوا الجزء الاول عشان تفهموا باقي القصص اللي احنا بنحكيها. يعني البنت اتفاجئت ان مامتها حكت وخالتها حكت ومرات عمها حكت مواقف من اللي بتحصل، وكمان جيران زي مثلا الجارة اللي حكت الموقف المرعب اللي انا هحكيه ده. بس قبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما عرفنا في الجزء الأول إن الحياة في الريف المصري كانت بتقوم وبتبدأ بعد الفجر. كانوا الناس بيصلوا الفجر ويقوموا على غطانهم ويطلعوا لا مؤاخذة البهايم، وحتى الستات كانت بتقوم تخبز وتعمل مصالحها بعد الفجر مباشرة. فبتحكي اللي حكت معانا الموقف الرعب ده، بتقول هي جدة البنت دي، بتقول كنا دايما بنقوم الستات نلم بعض، لان ده حصل في فترة الستينات، ما كانش فيه في القرية دي نور ولا كان فيها مياه. بتقول كنا بنقوم بعد الفجر على طول نصلي الفجر ونجمع بعضنا نروح نملى مية من طرمبة مية بتجيب مية عذبة، بتجيب مية حلوة قوي. بتقول فكنا بنروح بعد الفجر على طول عشان نلحق المية دي قبل ما الناس تكتر وقبل الزحمة ما تحصل، فيكون عندنا المية بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في طبخنا وفي غسلنا. بتقول عشان أقلق قبل الفجر بحوالي ساعة. بتقول قلقت، بس أنا قلقت على صوت صحوني. بتقول سمعت خطوات جنب الشباك بتاع الأوضة اللي أنا نايمة فيها، خطوات يعني خطوات واضحة. وبتقول حسيت ان في حد بيرش مية. بتقول بعد كده الرش ده زاد وصوت حد بيرش مية كتير. بتقول كان صوت رش مية مش صوت مطر، لان القصة دي حصلت لها في فصل الشتاء، بس بتقول ده مش صوت مطرة، لان لو صوت مطر انا هحس بيها فوق البيت وهحس بيها في الحوش من بره، لان اصلا بيتهم كمان كان بيت طينة ومتعرش بسدة. بتقول لا، ده كان صوت حد بيرش مية بحاجة، والصوت ده كان جاي من بره الشباك. بتقول رحت عند الشباك وقعدت ابص من بين الشباك. طبعا يعني شبابيك زمان كان الفرق بين الفواصل بتاعتها كبير، وكان في كمان فاصلين 3 مكسورين، فكانت الرؤية واضحة ليها. وكان اليوم ده كان القمر فيه مكتمل، كان في نص الشهر قمر 14. بتقول بصيت شفت جارتي بترش مية. طب ايه اللي هيخليها تيجي ترش مية هنا؟ هي جارتها بس بيتها بعيد عنها شوية، يعني اصلا عمرها ما جت رشت مية في الحتة دي. وبتقول كمان احنا مش في وقت رش مية. بتقول احنا في الارياف بنرش المية بعد العصر لما نيجي نقعد، وما بنرشش مية في الشتاء، احنا بنرشها في الصيف. ولو مية غسيل او حاجة على طول بتترش بعد ما نخلص غسيل. بتقول قلت يمكن دي مية مثلا مركونة عندها من غسيل ما كبتهاش، بس برضو لا، يعني مش كانت هترشها قدام بيتها ولا في الحوش بتاعها. بتقول انا خفت، انا كنت عايزه اكلمها او اندهها، خفت. وبتقول مرضتش اصحي جوزي عشان مش اقلقه، لان انا كنت حاسه ان لسه في شويه على الفجر، مش ده ميعاده، مش عايزه اقلقه، لان هو بيقوم يروح في الغيط من صباحيه ربنا لغايه المغرب. بتقول فرديت الشباك كده وانا خايفه، ورحت قعدت اقرا قران واستغفر ربنا لغايه الصوت ده ما راح. بتقول عشان اول ما الفجر أذن صليت على طول وخرجت. بتقول خرجتي كان في لقيت 2 3 من الستات جيراننا جايين عليا عشان نروح نلم بعض ونروح على حنفية المية. بتقول خدت جارتنا ورحت على بيت الجارة اللي هي كانت بترش المية دي. بتقول بس انا لاحظت حاجة غريبة، انا مشيت من الشارع اللي هو جنب اللي فيه الشباك اللي بيفتح في الشباك اللي كان فيه رش المية. بتقول ما لقيتش الارض مبلولة ولا حتى فيها طين، الارض
الأرض ناشفة زي ما يكون مفيش نقطة مية نزلت عليها خالص. بتقول استغربت بس ما حطتش في دماغي. بتقول مع ان احنا في الشتاء لو في مية مرشوشة عمرها ما هتنشف دلوقتي خالص، ده اقل حاجة هتنشف على الصبح لما الشمس تطلع عليها. بتقول برضو ما اتكلمتش وقلت اما اروح اشوف جارتي دي. بتقول رحنا وخبطنا على الباب، مع ان هي غريبة، هي كانت كل مرة بنروح نلاقيها مستنيانا قدام الباب. بتقول بس لقيت الباب مقفول، خبطت، بنتها اللي ردت عليا وجت. قلت لها فين امك؟ قالت امي نايمة عيانة يا خالة وانا اللي هاجي معاكي النهاردة. قلت لها امك نايمة عيانة؟ ازاي امك عيانة؟ ده انا لسه شايفاها من شوية كانت بترش مية قدام البيت. قالت لها من شوية مين؟ ضم طول الليل بيبقى عندها سخونية وبتترعش، واحنا كنا عمالين لها كمادات وعمالين نعالج فيها، والسخونية ما بتنزلش خالص، ولا نامت ولا شافت طعم النوم حتى، ادخلي شوفيها. فقالت لها لا خلاص هنبقى نجيلها مرة تانية. فجت جارتها اللي جنبها بتقول لها ايه حكاية اللي كانت بترش دي؟ قالت لها والله انا شفتها عمالة ترش مية قبل الفجر جنب البيت. قالت لها قبل الفجر؟ يبقى مش هي. ما انت لازم كده تعرفي يا ام محمود على طول ان مش هي، ده كان حد تاني الله يسهله. اهم حاجة بس اوعي تكوني فتحت الشباك. قالت لها لا انا خفت ومرضتش افتح الشباك. قالت لها طيب ما احنا بنشوف كتير يا شيخة، ابقي فوتي وعدي اي حاجة تحصل قبل الفجر ابقي فوتيها. بتقول حسيت زي ما يكون هي عارفة حاجة او حست بحاجة او حصل معاها موقف قريب من كده قبل كده. عشان سيدة تانية برضو في نفس القعدة تحكي، ودي كانت جارتهم، بس دي حكت عن موقف يعني كان في فترة التمانينات. بتقول كانت بداية دخول الكهرباء القرية دي. بتقول كان الكهرباء كانت موجودة بس ما كانتش كل البيوت مدخلاها، بيوت بس كان الجامع بتاع البلد كان فيه كهرباء. بتقول كنت عايزة اعرف العشاء أدنت ولا لا، النور كان قاطع. يعني بتقول النور جه بس كان قاطع في اليوم ده والدنيا كحل، وانا مش عارفة العشاء أدنت ولا لا. كنت عايزة اروح اجيب طلب من البلد، فقلت اما اعرف العشاء أدنت ولا لا. بتقول انا كنت كبيرة، كان عندي يعني كان عندها حوالي 15 سنة. بتقول فانا خرجت، امي قالت لي اسألي حد الاول شوفي العشاء أدنت ولا لا، لو العشاء لسه ما أدنتش ما تروحيش، روحي لو لقيتها أدنت ما تروحيش. بتقول عشان اخرج ألقى على اول الشارع ده كان فيه جنينة. بتقول عشان ألقى على اول الشارع واحدة واقفة ولابسة أبيض. بتقول برضو الدنيا كانت كحل بس أنا شايفاها من لبسها، وكان يدوب فيه يعني كذا حد مولع لمبة قدام باب بيته فكنت شايفة منها. بتقول فروحت سألتها قلت لها هي العشاء اتدنت يا خالة؟ بتقول ما ردتش عليا. بتقول بسألها تاني أما جاية مدياني ظهرها. بتقول ما شفتش ملامح وشها خالص وانا واقفة معاها. بتقول فجيت من اول الشارع كده عربية جاية ومشغلة النور بتاعها، مشغلة الكشاف لان الدنيا كانت كحل. بتقول فانا بصيت للعربية كده ولسه ببص للست دي هكلمها لقيتها اختفت. بتقول اختفت في لمح البصر. بتقول كأنها ما كانتش موجودة. بتقول لو دخلت الجنينة من جوه او مشيت يمين او شمال انا هشوفها. بتقول دي اختفت فجأة. بتقول عشان اطلع اجري ادخل على بيتنا واروح اقول لامي على اللي حصل، قالت لي خلاص اقعدي مش عايزين حاجة. بتقول برضو ست تانية في نفس الشارع حكت ان هي دي كانت حصلت في الصيف، ودي بقى كان حصلت في الألفينيات، ايوه يعني في 2003 او 2004. بتقول كنا في الصيف وكنت قلقانة وما كانش جايلي نوم، وجوزي كان قاعد قدام التلفزيون في الصالة. بتقول فخرجت بره، الجو كان حر قوي، فخرجت اقعد قدام البيت على المصطبة. بتقول فلقيت شفت حد واقف برضو على اول الجنينة دي، واقف ولابس يعني بتقولي انا مش شايفة هو لابس ايه، بس هو لابس حاجة فاتحة لان حوالين منه نور زي ما يكون احمر، يعني زي ما يكون انت كده مولعة نور والنار دي عاملة ضوء. بتقول زي ما يكون خارج منه ضوء احمر. بتقول عشان ابص
ابص كده ايه ده، مين اللي واقف ده وايه النور اللي جاي عنده ده. بتقول النور كان منور وكل حاجة بس هو واقف في حتة ضلمة، والاضاءة اللي واصله لها كانت ضعيفة. بتقول عشان الراجل ده وانا ببصله كده فجأة قلقان مولع. بتقول لقيت نار، الراجل ده زي ما يكون مسكت فيه نار. بتقول اكتشف ان الراجل ده ولع نار، النار ماسكه فيه من كل حته. بتقول انا ساعتها طلعت اجري واصوت، ودخلت على جوزي قلت له الحق ده في واحد النار ماسكه فيه بره. قال لي ماسكه فيه ازاي؟ بتقول جوزي خرج ملقاش اي حاجه ولا شاف اي حاجه. قال لها يا ستي مفيش. قالت له والله ده كان واحد واقف وفجاه كده تلاقيته ولع. قال لها واقف وفجاه كده تلاقيته يولع؟ قالت له قال لها ما يولع ملناش دعوه، مفيش حاجه بره، اقعدي انت بس هنا وما تفتحيش الباب تاني في نص الليل يا هبلة. دي مجموعة من القصص اللي اتحكت في الشارع ده. طبعا الشارع ده حاليا دلوقتي ما فيهوش اي حاجة لان العمار زاد قوي، ما عادش فيه جناين وما عادش فيه حتة ضلمة وما عادش فيه حد بيخرج ويقعد قدام البيوت اصلا. في الريف طبيعته اتغيرت، فالناس دلوقتي كل واحد قاعد في بيته قافل عليه بابه ومعاه تليفونه وفي دنيا تانية خالص. للمزيد من القصص المرعبة ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.